بحرف واحد. بداية هو يريد أن يطعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كما نعلم يقول أتيت من نكاح، اللي هو النكاح الصحيح القائم على الزوج والزوجة والولي والشاهدين والإشهار والإعلان. أتيت من نكاح ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء، وأنت تعلم أن النبي لا ينطق عن الهوى، لقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الوحي أوحى إليه بذلك. والمعلوم أن شرف الأنبياء عظيم لم يصبهم من ذلك شيء. بل الأكثر من ذلك، حينما نتحدث عن النسب الشريف انظره إليه وأدخله هو بقى. عن النسب الشريف هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غارب ابن فير ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن زار ابن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. أنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان ما طولش فيها أقول لك بيتكلم في ديني، لا تعالى بقى لنسب المسيح عندهم. وطبعا أعوذ بالله أبرأ إلى الله من ذلك. النسب اللي بيقولوا زكريا وما عليه زكريا واعتقاد زكريا مرة ثانية، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. طبعا أنا براء من اللي هقوله، بس شوف اللي هو بيؤمن به. شوف يا سيدي، نسب يسوع المسيح بين انجيل متى وانجيل لوقا في خلاف. بين انجيل متى انت بتطعن في نسب النبي، تعال بقى النسب يسوع المسيح عندك اللي انت بتعتقده ابينه لك بقى. او بين انجيل متى وانجيل لوقا يوجد اختلاف كبير جدا. يعني مثلا انجيل متى كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم ولد اسحاق، واسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا اخوته، الى ان قال ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. فجميع الأجيال أهي من إبراهيم لداود 14 جيل، ومن داود لسبي بابل 14 جيل، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلا. شوف يا أستاذ أشرف، نقول للمشاهدين إلى آبائي إلى أمهاتي إلى إخواني إلى أخواتي إلى أبنائي إلى بنات، اعتزوا بدينكم فأنتم على الحق، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أهو شوف يا سيدي، يقول في إنجيل متى، ويا ريت الحمار ده يتصل علينا يدخل معنا اهو ويؤكد، يقول في انجيل متى يعقوب ابو يوسف، اسمعوني وركزوا معاي. وفي انجيل لوقا يقول يوسف ابن هالي، ما بقاش هنا ابن يعقوب، يوسف ابن هالي. فهل يوسف ابن يعقوب ولا ابن هالي؟ ورونا الحقيقه بالظبط. ده انجيل بيكذب انجيل في النسب. مش كده وبس يا استاذ اشرف، لا خد معايا دي حاجه عجيبه جدا. اما يجي يقول لك ايه ميلاد يسوع انجيل متى الاصحاح 1 العدد 18، مش مفوت كلمه يا زكريا بطرس، ميلاد اسالك بالله، يقول اما ولاده اهي اصحاح 1 عدد 18 اما ولاده يسوع. هاتها من عندك اهي اهي، بس نرفع الكتاب امام الكاميرا. انا عايز الكاميرا تصور اول لا يقول لك جيب كتاب من عنده، الكتاب المقدس هي الطبعه المصريه اهي ركز جدا، ركز اهو اهي ميلاد يسوع المسيح انجيل متى اهي. شيخنا نرفع الكتاب تاني مره تانيه للكاميرا اهو، اتفضل اهي انجيل متى نسب يسوع المسيح، ميلاد يسوع المسيح. اما ولاده يسوع المسيح فكانت هكذا. اقف عند الاولاني، اما ولادته يسوع ولاده يا استاذ الى اليعقوبيين والنسطوريين. انا بقول اللي بيقول بان المسيح اله، ان يسوع المسيح اله، انا بسال فكيف يولد؟ كيف يولد الاله ومن بطن امراه من فرجها؟ هل يولد الاله من فرج امراه وتحمل به كحمل البشر تماما بتمام وتصحبه طلقات الولاده يا استاذ اشرف؟ حتى هجيب لك الالفاظ هنا بتاعتهم هم، انه نجس امه، وهو نازل كده شوف باللفظ كده، اعوذ بالله. شوف القران الجميل عندنا، واذكر في الكتاب مريم. يا زكريا لو تسمع يا مجرم، واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت، شوف بقى الايمان والورع والنقاء والطهر، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. أهو ولم أك بغيا. قال كذلك
قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله أكبر. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. شوف الطهر، شوف النقاء، أهو مراحل حمل، مراحل ولادة من روح الله جل وعلا. ما هوش لا ابن الله ولا كذا. ولذلك ما تقول لي أما عن ولادة يسوع المسيح إن هو الرب، إما تقول لي هو الرب فقد أقررت بأنه بشر مولود. لا مش دي بس، أنا عايز أركز يا أستاذ أشرف. أنت بتقول لي عن ولادة هذا الإله لا يولد. الإله له صفات الكمال، أما المخلوق له صفات النقص. الإله أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، وده متفق عليه بين الجميع. أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، هذا له ولادة. طب قبل الولادة يا أستاذ أشرف أين كان؟ لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا. إذا كيف كان يدار العالم ومن كان رب هؤلاء الناس؟ صحيح. إذ لم يكن هذا ربا من قبل. من بعد إذنك. ثانية، اللي بيقولوا لا ده ابن الرب، ده ابن إيه؟ ابن الرب. تعالى يا حبيبي، نسب يسوع المسيح أهو، ده بشهادتك أنت. نسب يسوع المسيح أهو، النسب كتاب ميلاد يسوع المسيح اهو. ابن داوود، ابن ابراهيم ولد اسحاق. شوف النسب ماشي قد ايه؟ النسب ماشي 14 جيل 14 جيل 14 جيل. هسألك يا استاذ اشرف، اللي بيقولوا ابن ربنا اين الله في نسبه؟ اذا كان الله هو ابوه اين الله في نسبه؟ ما هو رد انت، خليك انت مكان اي حد. اين الله في نسبه؟ اذا اثبتنا اللي بيقول لك هو الله فين؟ الله ابن الله. طب وريني، كنت تقول لي ميلاد يسوع ابن الله، ده انت بتقول لا ابن داوود ابن ابراهيم، يعني ابوه بشر وجده بشر وجده بشر الى اخر هذه الامور. فأنا يكون الها يا مرقس الكلب؟ ما في ينفع على الاطلاق. شوف معايا يا استاذنا حاجه بقى يعني عجيبه جدا. انت بتطعن في نسب النبي في نسب سيد الخلق وتقول انه جاي من زنا. خد بقى معايا بقى نسب يسوع المسيح اللي حاطينه ده، اللي هو زكريا بيقول عليه بيعتقدوا ده، فيها 4 زواني. والعيب ان يجيبوا نساء في النسب. انت ماشي في النسب بالرجال، لا جاب لك 4 نساء وزواني بشهاده الكتب دي اهي. اول زانيه، الزانيه الاولى ثامار. الزانيه الاولى ثامار اهو، متى الاصحاح الاول العدد الثالث. على فكره ثامار دي كانت متزوجه ابن يهوذا، لما مات الشريعه بتقضي انها تروح لاخوه الى اخره. شوف يا سيدي، يهوذا ولد فارس وزارح من ثامار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد ارام، ولد فارس وزارح من زنا محارم. نسب المسيح من زنا محارم بين يهوذا وثامار، وهي زوجة ابنه، هي زوجة ابنه. يعني الزنا، شوف زنا محارم ايه، زوجة ابنه. وذلك كما هو مذكور في تكوين الاصحاح 38 العدد من 1 ل 30. كلام بقى لو قلت لك ان حتى مش هنقول له بلاش كده، ما ينفعش تقول لنا الكلام ده في وصف. احنا فقط بنحاول نثبت ان يعني ان هم بيضحوا علينا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. لو شرحت لك ما يقولونه هو عن انفسهم، لو شرحت لك وصف الزنا بالكلام ده، اعوذ بالله. شوف القران عندنا طاهر ازاي، انما هنا كلام مبتئل اعوذ بالله. تعال للزانيه الثانيه. الزانيه الثانيه في نسب يسوع ده شيخنا في انجيل متى. بقول لك بالاصحاح شوف قلت ايه اهو، الاصحاح الاول العدد الثالث وجبت لك، وقلت في تكوين الاصحاح 38. لو نقرا من الكتاب يعني عشان بس الثبات ان احنا مش كاتبين حاجه بايدينا ولا احنا مصورين حاجه. معاك يا استاذ محمد لحد ما حضرتك تخلص. حاضر. طيب خد معايا بقى الزانيه الثانيه اسمها راحاب. اسمها ايه؟ راحاب. تزوجت سلمون، انجبت بوعز. شوف يقول لك ايه هنا اهو، اما اجيب لك بالحرف يا استاذ باو اهي. بنقول الاصحاح الثاني اللي هو سفر يشوع، الاصحاح الثاني العدد الاول. فارسل يشوع ابن نوح من شطيم رجلين جاسوسين سرا قائلا اذهبا انظر الارض واريحا. فذهب ودخل بيت امراه زانيه اسمها راحاب واضطجع هناك. شوف يقول الكاتب بتاعهم، الكتاب معنا على فكره موجود في القناه. يقول الكاتب جوناثان كيريتش بيقول ايه في كتابه حكايه محرمه في التوراه، يقول ان راحاب عرفها النص الاصلي، او عرفها يعني بانها بغي، ليس مره واحده بل مرات كثيره. وبالفعل فان الكلمات العبريه التي يمكن قراءتها نقترح ان الى اخر العكده والعياذ بالله. الزانيه الثالثه بوعز. الثالثه في النسب الزانيه بوعز. بعث. وعوث ولدت من يعني ولدت بعث. راعوث. بوعز تزوج راعوث.
شوف هنا متى الاصحاح الاول العدد الخامس وسلمون بالتسكين علام ولد بوعز من رحاب. شوف بقول لك ايه؟ راعوث مؤبية جنسية حسب سفر الإصحاح الثاني العدد الثاني. فقالت راعوث المؤبية لنعمي دعيني أذهب إلى الحقل والتقط سنابل إلى آخر هذه الأمور لغاية ما وصف والعياذ بالله الجنس القذر في هذا. شوف وما تضطجع إلى آخره كلام عيب أوي. شفتوا لا إيه؟ روحي له واغسلي وادهني وما تضطجع إما يجي ينام في المكان أهو ادخلي واكشفي ناحية رجليه كلام بقى ما نذكرش احنا مسلمين ابدا. يقول الكاتب جوناثان كيروتش في كتابه حكاية محرمة في التوراة أن القصة الحقيقية لحكاية راعوث المؤابية نجد أن القصة تقول الحقيقة والتي حاول المترجم إخفائها حرصا على العوام. تقول أن نعيمي طالبت من راعوث أن تغتسل وتتطيب وتلبس أجمل الثياب وأن تذهب إلى الحق وتأمرها بعد أن تتأكد أن كل واحد نام في مكانه تعرف مكان بوعز من رحاب العاهرة وتذهب إلى المكان الذي ينام فيه كل متابع الى اخر والعياذ بالله. كلام شر بقى. الرابعه عشان ما اطولش في الحته دي اهي بتشع هذه كانت حاملا من يعني يقولون من داوود بعد اذ قتل زوجها لما قال له احمل الرايه وتقدم انت في الجيش لما شافها عريانه واعجب بها زي ما انت عارف الحكايه دي. وبعدين انه والعياذ بالله يقول لك وولدت ولدا. هم بيقولوا مش سليمان النبي اللي ولد منها. ما هنقولش انه سليمان بالعكس ده احنا بننزي انبياء الله عن هذا. يقول لك ده واحد ثاني المهم يتهموها بانها زانيه. ولو جبت لك كلام الراجل دي عجيب جدا في التعقيب. شوف هنا بقى تفسير الكتاب المقدس للمؤمن العهد الجديد الجزء الاول الدكتور ويليام ماكدونالد صفحه 28. شو بقول لك اشرف وهنا يقول ايه؟ وهنا خصائص كثيره هامه في هذا السجل على سبيل المثال بتاع النسب في هذا على سبيل المثال وفي هذه الفقرات بالذات ورد ذكر 4 نساء ثامار ورحاب وراعوث وبتشيع وهي التي الزوجة لأوريا. ولما كانت النساء نادرا ما يذكرن في قوائم تسلسل الأنساب في البلاد الشرقية فإن تضمين أولئك النساء هنا يعتبر أمرا مدهشا جدا. فاثنتان منهن ساقطتان وهما ثامار ورحاب وواحدة ارتكبت خطية الزنا وهي بتشع واثنتان أمميتان وهما رحاب وراعوث. أقول لك أكثر من كده بالله عليك. هي الإشكالية هنا على فكرة احنا يعني الإشكالية في البداية ان كل شيء موضوع فهو قابل للخطأ. يعني هو خلاص هو وضع الكتاب وحرف فيه فيعني كل شيء يعني بقى أصبح مباحا. وقصة ان يعني يسوع ابن الله يعني القصة مذكورة في القرآن الكريم وعذير ابن الله. فالفكرة هنا بس فكرة يا شيخنا ان احنا واحنا بنرد على يعني الكلام ده كويس جدا كلام ان احنا بنرد بالوثائق وبالادله وبالصفحه وبالكلمه. وعلى فكره بعد زلي في اللحظه دي يا استاذ اشرف في كتاب الموسوعه الكنسيه لتفسير العهد الجديد شرح لكل ايه الجزء الاول بشارتي متى ومرقس اعداد وتفسير مجموعه من كانت وخدام الكنيسه مار مرقس القبطي الارثوذكسيه صفحه 16 اهو احنا من العدد من 2 ل 17. يلاحظ في هذه السلسله تنازل الانساب من ابراهيم الى يسوع إذ يحمل المسايا خطايا البشرية ويفدينا ويخلصنا لأن هذه السلسلة تحمل خطاه كثيرين. شوف يا أستاذ أشرف تحمل خطاه كثيرين مثل رحاب الزانية وثامار التي ارتدت ثوب زانية وامرأة أوريا التي زنى معها داود. خلوا حتى النبي داود زاني غير الزنا دول. شوف في حين يرتفع القديس لوقا في سلسلة أنسابه من يسوع إلى آدم فهو يرفع البشرية كلها إلى الله أبو آدم لأن لوقا يخاطب الأمم. حد منهم يتصل وينكر احنا بنحترم اهو من اللي هم اتباع زكريا اللي بيقولوا زكريا انا ماليش دعوه بالاخرين لا اتكلم الا عن زكريا وعن معتقده بيطعن في النبي بتاعي في نسبه انا بجيب له من كتابه بقى في نسبه واللي احنا اساسا ما بنقرش بهذا ابدا ده احنا ننزه المسيح صلى الله عليه وسلم. شيخنا احنا يعني محتاجين بس نتوقف مع فاصل